يسعد لنا أوقاتكم مستمعي صوت المرأة والحياة ببرنامج ضيعتنا. اليوم نحن سوا بقرية عربية مستمعينا. حلقتنا لهالأسبوع بضيعة يعني بنقول قرية عربية. هالقرية العربية اسمها تايا مستمعينا. عنا قرية أبو فرع وبزونة وأم جرينات وبعدها تيجي قرية التايا. قرية التايا هي كمان قرية تابعة لتربسبي. رح نتعرف على تاريخ هالقرية سوا. ليش سموها هالاسم يا ترى؟ إيش تاريخ هالقرية من إمتى تأسست؟ مين يلي أسسها؟ لكن سكان القرية كلهم يعني اللي بيعيشوا بهالقرية كلها من المكون العربي. هلا رح نتعرف سوا على تاريخ هالقرية. خلوكن معنا لنشوف التاريخ سوا. مستمعينا وهلا نحن بقرية تايا. معنا العم حج سلوم والخالي معنا خالي نوال. رح نتعرف عليهم أكتر هلا. تسلمي لنا يا رب. ورح يحكوا لنا عن تاريخ قريتهم. في خالي نوال، كيفك؟ شو أوضاعك؟ كيف الصحة؟ والله الصحة ميهل. ليش؟ رجلي يوجعني، كتوفي معي روماتيزم. سلامي يا الله رب. يسلمك. هو هيك الإنسان قد ما يكبر بالعمر قد ما يصير أمراض أكثر. وأنت يا عمو كيفك؟ الحمد لله يا ميت. أهلا وسهلا بكم ببيوتكم وأهل قريتكم. القرية للكل إن شاء الله. ما في أي مكون، إحنا كلياتنا أهل وقرايب وخال وخوارزة، والحمد لله متعايشين مع بعضنا من آلاف السنين ولحد اليوم الحمد لله. ميت أهلا وسهلا. الخالة نوال تعرف الكردي كمان هي لأنه حمو خالي مني. بدنا نعرف تاريخ قريتكم يعني تايا من إمتى صايرة؟ ليش سموها هالاسم؟ أيوة. تايا تأسست عام 1928. اجى جدي هو وامه لوحدهم وسكنوا هون بالقريه. اول كان ما في لا عماره لا كل شيء، بريه سكنوا هون. يعني هالقريه كانت قطعه ارض فاضيه. كلها مشاع، كلها بريه. ما كان في قريه حسب ما يحكوا الا كانت في قريه اسمها الخزنه. كانوا موجودين والتنوريه وتوزعت الاراضي اول باول. اجى جدي سكن لهون ب 28 خيم. بال 37 انضمت له مجموعة من الأهالي والأقارب وجوا هون بال37 وبلشوا ببناء اللبن. ما كان في أول بلوك ولا عمارات، لبن. يجوا يعني بيوت القرية كلها كان لبن. لبن ما بلوك. بال37 كان إيش مهمتهم؟ رعي وزراعة. في ناس تزرع بالشتاء، وأثناء الربيع فترة الربيع تطلع على البرية على الجنوب ما كان فيه أي عمارة. حتى سنة يمكن 56 أعتقد حسب ما يحكوا أجدادنا الأولين، ب56 بلشوا بعمارة الجنوب. كانت تطلع العالم بالبرية، تم بالبرية لحد شهر أيار يصير موسم الحصاد. تجي العالم جديد لهون، تجمع بهالفترة القش، تبن، مستلزمات الحياة الضرورية. كانت النزلة على المدينة يعني الناس تنزل مرتين بالسنة حسب ما يحكوا. ينزلوا فترة الشتاء أول الشتاء، وينزلوا فترة الربيع يجيبوا موتن. نعم. هذا كان موجود أول. نعم صحيح الحج. طيب عمو يعني القرية تايا ليش سموها تايا؟ إلا ما إلها تسمية، إلا ما إلها شيء. يتيهون يجوا لي هنا يتيهون القرى، سموها تايا. كيف يعني؟ يعني عقدة مواصلات، يضيعون الطريق. كانوا يضيعون طريق يعني. أيوة. أي حدا يمر من هالطريق يضيع. وسموها تايا. طيب بالحكومة كمان إلها اسم هالقرية؟ لا كلها تايا. حتى لا حديثا غيروا اسمه سموها التيماء. هين بس معترف بالتاية يعني ما حدا يعرف التاية. ما حدا يعرف غير التاية. ما حدا يعرف التيماء. قلت لنا من زمان بنت هالقرية يعني تقريبا عمرها فوق 100 كمان. كثير قديمة. عدد سكانها كم يعني؟ كم بيت فيها هلا حاليا؟ والله كثير، تقريبا 100 بيت. 100 بيت. وقبل ما بيها قبل ما في لا كان في يعني قصدي لما عمروا يعني مو قلت لنا كانت قطعة أرض فاضية. لما عمروها أكيد القرى اللي حواليكم ناس من هون إجوا وناس من هون إجوا وناس من هون إجوا لحتى شوي. نعم كان تقريبا 50 كراد هين، عرب هين، حتى هود كانوا ساكنين هين. حتى هود كانوا ساكنين هون. شريك جدنا يهودي. جدي كان يطعم كل الناس، يعطي كل الناس أكل. وحتى الكراد اللي هجروا من تركيا عدوا كانوا ياكلون ويشربوا عند جدي. أيوة. يعني جدك اللي بنى القرية؟ جدي وامه بنوه. جدي ابوي هو اللي بنى القريه، والقريه إله كانت وزعها على اخوانه. هو جدي المسكين. حتى الكراد عاشوا هين. هسه بيوت كراد يقولون هذا بيت فلان وبيت فلان وكان بيوتهم. بس هلا ما في كراد. لا بس بلا في بيت
في إيه لحد الآن موجود. هسه موجود عندنا بيت. إيه من زمان هو جروا وجوا عندنا، حتى اليهود كانوا هي عند جدي ياكلون. كيف كانت يعني كيف كنتوا مع بعض؟ يعني ما كيف مع كان في بعض؟ فرق، أقول كيف لك. كنتوا تعيشون سوا؟ جدي قبل يذبح 10 ذبايح، يقذب بعير، يذبحوه، كل العالم تجي تاكل عندهم، تجي تاكل عند اهلي. بيت جدك كان بيت إيه الكبير. بيت الكبير كلها تاكل. صار 5 سنين 6 سنين العالم ما عاد تجي تاكل عند اهلي. تقول لي تذبحوا لهم ذبيحتين كل القريه تلتم بالودي. هي المركز الرئيسي هي الودي. والمضافة تجتمع العالم بالليل بعد ما تخلص حصاد. أول كان في كلها هواء، ما كان في طريقة هالحداثة لا أنا أقول النظافة من قبل كان في يعني من أول لحد هلا كمان لحد الآن موجودة، والعادات والتقاليد لحد الآن موجودة. هوا مرة عندنا قهوتي ورعيان قبل بيت جدي، وهسه عيني رحت على النظافة تبعكم. أول مرة لما رحت حتى قهوة المرة عطوني إياها. يعني لهلا في هالعادة قريتكم؟ ريادي سبيسيفك على كيم قلت كرتيس قرباني قلت إيه ميا تغلى عربي هي بدها تحكي بالكردي. أنا بالبيت أحكي بالكراد، تحكي بالكردي. إيه بالبيت. سألي أسئلة ثانية. إيه هلا كنت بدي أسألك يا إنه معيشة أهل هالقرية على إيش تعيشوا؟ إيه من أولي لحد التاريخ هذا. أيوة. نحن أولي سوقون بالفدان، كان أولي فدان. إيه؟ في هون فلاليح كانت العالم بالفدانات تفلح. بال 48 بالضبط اجت طريقة التراكتورات الجرارات الزراعية نزلت على القرية. كان جرار واحد يفتل يمكن على حوالي 50 قرية 60 قرية بين ما يجي دور. هذا يقولوا له اسمه ججو. ايه مسيحي اجى هون شريكنا ظل 35 سنة شريكنا الزلمة هون. ايه بعدها تطورت ايام الحصاد صار القطن. القرية كانت تعتمد هون على موسمين، موسم القمح وموسم القطن. العالم عايشة كانت برفاهية. اليد العاملة كانت هون مبسوطة ومرتاحة. كان كتير كان في رزق كان في رزق. العامل يشتغل، صاحب الأرض مستفيد، صاحب الغنم مستفيد. المياه موجودة متوفرة، آبار جوفية، آبار موجودة، النهر هلا العالم عم تسقي منه. يعني العالم كلها كانت مرتاحة. يعني اعتمادنا ككلي على الزراعة والثروة الحيوانية الغنم لحد اليوم. ايوه لحد هلا. خالتي قبل قالت لنا انه حتى المي ما كان هون في القريه. ايه ما كان بيه مي، ما كان بيه مي، لا كان بيه مي ولا كان بيه خبز. يجينا الخبز ونقصر على يدينا ونجيب مي عجحاس وما بي كل شيء قبل. هسه شوي تطورت تطورت الدنيا. إيه. طيب قبل ايش كنتوا تعملوا لما ما كان في مي؟ كيف كنتوا تسووا؟ نروح نجيب مي بجحيش، نريد ونجيب ونغسل ونشرب، وهذا اخوي يعني. طيب ما كان في ينابيع، ما كان لا في بير بالقريه؟ بلا بيرة بس بعيدات عني، اهلي عندهم بيرين 3 بعيدات، بس القريه ما كان بي، ما كان في بنوك. إيه نجيب من البيرة. كنتوا ايام القبل النسوان كانوا يجتمعوا عند الينابيع عند البير، يجيبوا مي يغسلوا فيهم. يعني حتى كانوا يغسلوا الجلي كان عادي. بس فوقها كانوا يغنوا، ما كانوا يشعروا بالتعب ابدا. والله صحيح. انت كمان وصلتي لهالمرحله مو؟ لا والله ما وصلتي لا والله ما وصلت هالمرحله. طيب لاي مرحله وصلتيها بهالقريه؟ بهالقريه صرت ما صرت تجوزت وقمت انا وزمتي رحنا على الشام نشتغل بالمداجن، ورجعت ابويا رجعني ما في اللي يخليني. وزمتي صار جنان عند اهلي، جنان يسقي قطن. ايوه. لما اولادي صاروا شباب كل واحد طلع برا، وظلينا اني وزلمتي وليدين عندي بالبيت بهالقريه ضليتوا؟ ظلينا. هذا اللي وشته. طيب ايش شفتي بهالقريه؟ والشكوى نحط الخاثر بالجلد، ما اعرف بالعرب، نحطه بالجلد ونخض. ايوه. نخضه ويطلع زبده هيك دهن. قليل لنا الشكوى ايش؟ الشكوى شنو؟ الجلد ونحط ويا الخاثر ونخضه ويصير زبده دهن. بالكردي يقولوا مسكه. وميرون مسكه. كنيدا ماس كنيدا وميكايني. هذا فرانجي زار انت عربي. لسانك على الكردي اكثر. طيب يعني عايشه مع العرب حطيتي الدق على وشك؟ يعني بتحبي؟ حطيتي شيء هالدقه هاي بس ما حطيت دق، حرام. يعني يقولوا حرام بس عادي اظن عندكم مو؟ العرب عندهم عادي يحطوها. العرب كل شيء يسوون يدقون. حتى هاي ايش اسمها يحطون هون؟ هنا خزامه. ايوه. حرام انت ما حطيتيها. والله شريب هذه ما تحبيها؟ ما احب الشغلات هذه، هالشغلات كلها ما تفوت مخي. والحنه ما تحنين شعرك؟ حني الحنه السنه يعني عندكم يعني عادة سنه وعادي، بس ثانيه هذا لي تنصر ما عاد احط حني، احط صبغه السوداء. صبغه السوداء. الله تطور. ما احب الحنات تخر وتوسخ الواحد ما احطها.
بس الحني احسن من الصبغات ها. واخويا عارفه اني معدتي فايني، اتقلب معدتي من كل شيء ما احط عني. ما تحطي عني، بس انت من دون شيء حلوه ما شاء الله، ما يعني ما في داعي تحطيه. الله يسلمك ويوفقك. يلي هون العشائر يلي بهالقرية، ايش عشائر يلي بهالقرية؟ كنا عشيره واحده. ايش عشيرة؟ ولاد عم اثنين. عشيرة شو؟ نحن هون في حريث، حريث، في جوالة، في جوالة موجودين، في جماعة، في جماعة كراد، إيه؟ في جماعة زبيد، إيه؟ كلياتنا هون ما في فلان هالشي ولا فلان هالشي. نحن بالقرية ما في عندنا، ما عندنا هالشي، لساتنا بيت واحد كله. طيب هالعشيرة لكم يعني نقول مثل شيمة، إيه؟ يعني تحبون بعض، ما في فرق بيناتكم؟ لا ما في فرق، كلنا نحب بعضنا. هالفرق ما كل هذا ولد عم، هذا ولد عمة، هاي ولد خال، هذا ولد عم، ما في حد قريب. الكل ملتزمين مع بعضنا. إيه؟ ما في غريب، ما في، ملتزمين بجمعية. هسه إذا حد عزة مات، جمعية فرح. إذا حد مات كنا نجتمع، كلها تدفع هالعزة بعيد مني. هاد واجب على الواحد. إيه نعم، يعني واجب. احنا قرايب كلنا. ما بحب انه جدي اسس هالجري، جدي وامه. عارفين منين تجيب نار؟ تجيب نار من حماره بتنك، يلا تعلي قبل ما بيجي التاحات. التاحات تبعات الفتيله. ايه يحطون هيك تبع الخيط القطن يعلقون. هذا قديم. يحبونها غاز. قبل يعني ما كان في حتى أكل، ما كان كتير في مثلا رز وهدول ما كان في. والله احنا عندنا. والغاز ما كان في، البراد ما كان في. لا غاز ما بي، براد ما بي، بس والله أكل عندنا. تقول لك مثل خير أهلي قبل ما بي، كل العالم تاكل عندهم. عارفين دام أطول من هذا معبي دبس، شوالات قهوة، شوالات رز، تمر. جدك كان كريم. هي عدو يجيب وكلها تاكل عندهم. هالقرية تشوفينها واللي تجي من برا. طيب هلا بهالوقت الحالي ما حدا مسك مكانه؟ ما حدا؟ بلا أبوي مكانه. أيوة. بس تضيف مو مثل قبل صراحة. أكيد. إيه. وبلكي الكرم قبل كمان مو مثل الكرم يلي هلا. إيه لا. يعني الأوضاع، الظروف. والله نوبات عارفين يذبحون 35 خروف. ما شاء الله. والله. أهلي هتشوفين. أبوي. أهلك هون بهالقرية ساكنين؟ هذا مو أخوي. أول شلون كان طريقة المعيشة؟ العالم تجي يسمونها شخاتير. إيه؟ أفواج عالم تجي مشي. إيه؟ من قرى الجنوب. إيه؟ تروح على القامشلي تجلب حلال. إيه؟ على العلوة. إيه؟ وين يجوا يستريحوا؟ يا أما بالتاية يا أما بقرية اسمها الشيبانية. يناموا والفجر يقوموا مشان يلحقوا العلوة. يلحقوا العلوة. إجباري العالم بدها تجي مكان تقعد فيه، تجي على الربعات، أكثر شيء تجي على الربعات. إجباري. إيه يعني هاي كان. وكان في إيش قبل الخير كثير. في طريقة لتخزين الحنطة يسمونها جفر، نحن نسميها جفر. يعبوا أي بيت بالقرية يعبي جفر 50 كيس 60 كيس، ما تنقطع العالم. إجا فتحوا وعطى قرضة، ما في فائدة أو مصاري أو شيء. حنطة بحنطة. أنا بدي كيس بدي منك كيسين حنطة للحصاد. يقول أهلا وسهلا، شيل وبالحصاد أعطيني حنطة مقابل. كرم قبل ما كان هيك كل قلوب الناس على بعضها. كان في محبة، تعاون، تآخي بين العالم. كان في تآخي بين العالم كتير. طيب إذا هلا نسألكم نقول قريتكم تايب إيش تعرف؟ أكيد يعني مثلا في قرى، كل قرية وإلها شيء. كل قرية وبتعرف شيء. أكيد يعني القرية تبعكم بلكي تعرف طيبة أهل ناسها، بكرمها. يا ترى قريتكم تايب إيش تعرف؟ قريتنا أولي كانت الأنهر شغال، بآبار شغالة، يعطوا مي للعالم بخيره ويعطوا التبن للعالم. أحكي بهالقصة. قرية التاية كانت على مستوى القرى، على كرم. كانت فيها 25 بير تقريبا ارتوازي. يجوا جماعة الأغنام من المنطقة الغربية، رقة، دير الزور، يجوا يحاولوا يشتروا المي مشترى. نحن ما نبيع مي، نعطي لله لهالعالم كلياته. هلا مثل عندك هالسنة المي ما تنباع يعني. ايه في عالم تحاول ان تشتري مي او شيء، عالم تبيع، نحن ما نبيع مي. في بهالظروف هاي مثل السنة هاي سنة محل جفاف، العالم كانت تبيع التبن وتبيع القش وتبيع شقف ضمن الارض مشان الغنم. نحن بالقرية منعا باتا ما حدا يبيع ابدا، كلياته نعطيه لهالعالم الفقراء. كل انسان على قدرته نوزعه على القرية وعلى برات القرية، جماعة القرى اللي حوالينا كلياتهم قرايبنا وأصدقائنا نوزعه على الكل. معناته أهل قريتكم كريمين يعني. هالقرية مثلا أقول تعرف كرمها. هاي صراحة يعني مشهورة. مشهورة.
التاية مشهورة بالكرم. مشهورة بهالشغلتين يعني بالمي ما يمسكوا على إنسان مي، وبالنسبة للفراز ما يمنعوا أي غنم أو يبيعوا، ما يبيعوا، يعطوا هيك بخيرهم. حبوتش تعرف أهلي، حبوتش فضة اكيد هي تعرف الدنيا كلها الله يرحمها. يوم اروح على بيت خالي احمد قدرني كثير، تعترمني وتصير لي نوال تعالي. نوال تهرجي اني سكنت عندهم عند بيت خالي احمد. خالتي وعمي انا ما بعرف الصراحه ايش اقول لكم، تونست كثير معاكم وانبسطت كثير بشوفتكم وعلى معرفتكم. إذا ضل أي حكي تقولون تفضلوا. بدنا كلمتين نقول يا ميت أهلا وسهلا بكم بين أهلكم وبين ربعكم، نحن كمان أهلكم، وإمتى ما تجوا نتشرف بجيتكم. ميت أهلا وسهلا، والتاية فاتحة ذراعها لكل إنسان يجي. ميت أهلا وسهلا بالكل. يا والله يا هلا بيك من قادلي وإحنا هلا، إمتى ما جيتي يا أهلا وسهلا بيك. مستمعينا وهلا معانا خالي غالية وخالي خنسة، هن كمان رح يحكونا عن عادات وتقاليد قريتهم تايا. أول شي رح نتعرف عليهم. يا أهلا وسهلا فيكم، كيفكم؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله بخير. شاويتي تبعي مو كتير إذا أحكي معاكم شاوية عادي عادي. قبول نخبز ونعجين ونغسل بدينا هدوم ونروح على المدبل بقر وبالقنم. هذا يعني خالتي قبل كنتوا تشتغلوا كتير بهالقرية. يعني حياة القرية كانت هيك. هذه حياتي. طيب احكي لنا بالتفصيل، يعني إذا ما في إزعاج تحكي لنا، إذا تقدري تحكي لنا عن لما تزوجتي وجيتي على هالقرية إيش سويتي؟ أكيد خبزتي بيت وعجنت وعصاج وعلى التنور ونخض بالشكوى. الشكوى هي ان احنا نقول مشكل نعبى الخاطر بيه ونخذها بدينا ونشغل اللبن ونطلع الزبده. يعني حبيتي حياة القبل؟ اي والله حبيتي. يعني كنتي تتعبي كتير أكثر؟ تعب ومرتاحين. كنتي مرتاحة؟ هسه انا ما بي شغل مرضانين. اجباري خالتي كل ما الانسان يكبر الا ما يصير. بلي عجل شلون؟ واكيد تعبتي لهيك من الشغل. والله هسه عملنا الشغل ما نقدر. هسه نبلح بطون نجيب حشيش، نطش بخشات، نطش البخشة، نطش الدبشي، نحوش، نوزعه. قبل هذه زراعة. ما تربون هلا حيوان كمان يعني غنم بقر؟ شلون ما نربي لهلا؟ لهلا ما يجيكي صبر بدون اكيد. لا. ايش تربي هلا؟ هسه دواب ودجاج على وقاز. تحبيهم ما تقدري من دونهم؟ ما نقدر من دونهم. ابعث اتشني الولاد يروحون عليهن، انا ما اقدر، ما عاد اقدر. علمتي كناتك كمان على تربيه الحيوانات؟ علمتهن. والله علمتيهم كيف يعملوا خبز الصاج، خبز التنور؟ قاعدين يخبزن على الفرن وعلى التنور وعلى الصاج. تحبوا الخبز الصاج، تحبوا الخبز التنور اكثر شيء؟ والله نحبه. نحب المرقي خبز على الصاج ونسوي مرقي. هلا كنت رح اقول لك خالي غالي الأكل المفضل اللي عندكم بالقرية ايش هي؟ المرقي ورز ولحم. طيب لما تعملون أكل مثلا، لما تعزمون حدا، عادة القرية تبعكم لما تعزموا شي حدا من مثلا غريب أهل ناس ايش تعملوا؟ نسوي خبز صاج ومرقي ونعزم إذا طهرنا، إذا عرس نسوي خبز صاج ونسوي عزيمة ندير. خبز الصاج كل شيء تعملوا مثلا؟ كل شيء. مناسبة عادية، عيد، عرس، كل شيء ندير. هلا الصياني وهالخبز وفليفله وبصل نوزع على الصياني وهالعالم تاكل وتشرب وتطلع. قالوا لنا تايا كريم كثير بالكرم تبعهم. والله كريمة، مبين شيء عليكم. طيب خالة احكي لنا عن اعراس القرية، يعني عرس القرية مثلا اذا تروحون تخطبون يعني تعملوا عرس كيف؟ نروح نخطب اول شيء. نسلمها سياق، يبلشون يدورون السكر البسكويت. بعد كم نهار انزف هزال. طيب المرأة كيف عندكم؟ والله المرأة مكيفة يا ابني، والله مكيفة والله مدللة والله. قبل كمان كان هيك؟ والله هالقرية من قبل هيك. والله عطول مدللة. طيب من اي ناحية مدللة؟ من كل ناحية، كل الصيفات مدللة. كويس. والله اكيد ما تعرفوا تغنون كمان؟ لا والله ما نعرف. ما نحط هالشرطان هالهنية يقنن على العروس وهذه يعني لما كنتوا تجيبوا مثلا عروس ما كنتوا تغنوا مثلا لابنكم يعني لبنتكم؟ لا والله ما نعرف احنا. لا والله هالمسجلة وترقصوا وتدبكوا. هذه الدبكة. كيف الدبكة عندكم؟ والله الدبكة عندنا تخرب الدنيا. لا شوفين شلون.
هالبنات وهالشباب كلها تدبش ويصورونهم وتعرفين انت عادات العرب. صار عندنا اعراس هنا. عادات العرب حلوه يعني بالاخص بالاعراس. تخرب الدنيا، يخربون الدنيا. هي نمد بالبقرات وبالغنم بالزرع، نروح نحوش حشيش للبقرات يشبعن، نشبع الدواب، نروح على البيت مي ما عدني، خبز ما بي، نقوم نخبز ونعجن ونسوي ظهريه، نشتغل المي نروح نعبي مي وما ردي، مو مثل الحز كلها على الكهرب. ما كنتوا تقعدوا بنوب؟ بنوم ما نقعد بنوبه. ورغم يعني كنتوا تربوا اولادكم كمان، بس تربايه حلوه نربي ونظيفين وما بي لا مرض ولا بي شيء. تشوفينهم تقول ولاد تقولين هذا مو عمان. والله قبل الحياة زينة، وهالحزات مو ناقص العالم. صارت راحة للحريم، للهجي للراحة صارت فعلا. في احنا قبل شغيلات نشتغل نتعب والله ما نقعد، بس هسه خبز جاهز، كل شيء جاهز، غسالات جاهزة، كلها عزر على الكبسة هسه قبل حفاضات جاهزة. اي والله. قلتي خبز جاهز. في افران يعني بالقرية؟ لا والله ما بي. كان يجيب منين بعقلي من رحية. بس كان يومين يجينا بس، هسه بس يوم واحد ما يجيبوا الخبز، ما يجيبوا. يعني منظمات يجي بهالقرية يدور؟ لا كانت منظمة وشالوها. بس هسه عيني من يجيب من رحية. ما شاء الله قريتكم حلوة كتير وكبيرة كتير. أي كلمة أخيرة تريدون تقولوها تفضلوا يعني. بتشكركم كتير الصراحة. أهلا وسهلا بيكم. ما شبعت من حكي تبعكم. يعطيكم العافية. الله يعافيك والله يوفقكم والله يسهل على كل الدنيا. وهون مستمعينا وصلنا إلى نهاية برنامجنا لليوم. بتمنى قضيتوا معنا أجمل وأحلى الأوقات ببرنامج ضيعتنا. كونوا معنا الأسبوع القادم بحلقة وضيعة جديدة.